طبعا أكيد كل حدا متابعني صار بيعرفني، بس يصير معي مصاري دغري على السوق، ما بخلي شي بخاطري. أنا ماشي على قانون ومبدأ اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب. يعني أنا ما بشتري كل شي بالسوق، بس اللي بخاطري بس. يعني ملبس اللوز هاد أنا إدمان عليه مثلا، واشتريت بيجامات ربيعية للبنات. مثل ما بتعرفوا البنات عم يكبروا والجو متقلب، ما بتعرفوا تلبسوا صيفي ولا شتوي، فمشان هيك اشتريت يعني شي يعني إنه ما يبردوا، بيجامات خفيفة بس بكم. وعجبوني هدول البلايز، بس بصراحة ما اشتريت منهم. أهم شي عندي البيجامات هلأ. قلت لحالي لغير مرة إن شاء الله بشتري لهم. بعدين رحت على المعرض الصيني اشتريت لهم لوح. هذا اللوح بشخبطوا عليه أحسن ما يشخبطوا لي على الحيطان. الله وكيلكم، الحيطان عندي مثل بيت المجانين، وصار لازم ندهن البيت من جديد. طبعا أخذت لهم معاه ألوان فلوماستر ومساحة، وجبت ملبس وجبت مكسرات. طبعا هذا سوق الجامع الكبير، طبعا فيه كل شيء، كل ما يخطر ببالكم، وكتير رخيص. طبعا من أول ما طلعت من المول وأنا عيني على اللوز، مباشرة وقفت عند العرباية وقلت له حط لي بدينارين. بصراحة بحبه كتير، والولاد عندي بيحبوه كتير، اللوز الأخضر والجارنك هدول أكتر شيء. ما شاء الله حتى الأسكندنية طالعة. واشتهيت الحمص الأخضر بس كان كتير يابس، ما عجبني صراحة. المهم أخذت لي شوية لوز وفراولة. وقبل ما ينصرفوا المصاري فكرت وقلت لحالي ليش ما أبعت لأخواتي اللي بسوريا منهم. تعرف الوضع بسوريا كيف، غلاء فاحش. قلت بساعدهم لو بشي بسيط يمشوا حالهم فيه. المهم يا صبايا لفت انتباهي ورق العنب، في أمريكي وفي بلدي، بس أكيد غالي لأنه بأوله. بلدي بأربعة بس نخل السوق ما تلاقي زي توم قديش؟ توم ليرتين ونص. هاي شوف ورقة على الورق نخل يعني أجي قد إيه بدك؟ بلدي. المهم يا صبايا من أول ما روحت على البيت غسلت الفريز يعني الفراولة، وغسلت اللوز، وعلى السريع عملت لهم قلاية بندورة لأني طلعت على السوق ما كنت طابخة. وحطيت معاها المخلل، وحطيت زيتون أخضر مع لبن، وقطعت شوية خيار. طبعا هاي الأكلة المفضلة عند جوزي، كتير بحبها، لو بعمل له إياها كل يوم ما بيقول لأ. بس بيني وبينكم والله طيبة مع توم بتشهي. بس ما كان عندي فليفلة حدة كنت حطيت لها. بناتي الصغار شبعوا لوز وفراولة، بس بيني وبينكم والله أطيب من الأكل. يامي بشاحي اللوز، بس الفراولة أطيب. ماما إنه خلصت الفراولة. مو أنت حبيت اللوز، خليكي على اللوز. بناتي إلا بدهم يدخلوا معي بالمونتاج. ضحكتوني يا صبايا، هداك الفيديو قلت لكم إنه عم بتوحم، أنا كنت عم بمزح، صدقتوا دغري حامل يعني أنا ناقصني عي وجع راس. إيه أنا ماني مصدقة إمتى بناتي الصغار يكبروا لحتى أطلع وطش على كيفي. وبعدين حممتهم ولبستهم البيجامات الجديدة. ورد الشام صارت تتمايع لأنه على الكاميرا شايفة حالها عم تتصور. والمسا بعد المغرب كمان طلعنا رجعنا على السوق، لأني كنت وعديتهم اشتري لهم ألعاب إذا أخذت أرباح التيك توك، فرحت على محل الألعاب وأخذتهم معي. وكمان مو بس لبناتي، أخذت لأولاد بنتي لأنه عيد ميلاد أولادها، وأخذنا للكل. كل واحدة من البنات اختارت هدية ولعبة، وأنا اخترت هدية لآدم وهدية لآية، وعيد ميلادهم بنفس الشهر بس مو بنفس اليوم، بس نحن جمعناهم وعملنا لهم عيد الميلاد بنفس اليوم. قلنا يلا اللي عليك عليك، أحسن ما نضل كل يوم نعمل عيد ميلاد. وبعدين رحنا لحتى نجيب كيكة من الصالون الأخضر.
وهون وصلنا الصالون الأخضر وفتت لحتى اختار الكيكة والأولاد ضلوا بالسيارة. اخترت هاي الكيكة اللي على شوكولاتة، أنا بحب الكيكة اللي على شوكولاتة. وعن جد يا صبايا يعني فعلا لا يعلى على حلويات الصالون الأخضر، يعني طعمها مميز جدا جدا، وخاصة الكيك عن جد بشهي. الكيك كتير تبعهم طيب بشهي يعني عن جد من جوا. في محلات بتلاقي الكيك تبعهم من برا غير شكل وكتير حلو، بس الطعم بيخزي، يعني بتلاقيه محلون من جوا ومو طيب أبدا. هون وصلنا لبيت بنتي والأولاد كتير كتير انبسطوا بالألعاب. بعدين مدينا سفرة على الأرض وحطينا هالكيك وحطينا هالشموع. حرقونا وخلصوا. هل يحيى أبو الفصل؟ يا جميل، أنا حلوة يا جميل. وهيك فرحنا الأولاد. صحيح عيد ميلاد صغير بس فرحناهم، يعني عيد ميلاد متواضع وما في داعي للعجقة للتبولة ولا اليالنجي وما بعرف شو هذا كله، كيك وكولا وخلصت. أهم شيء إنه الأولاد الصغار انبسطوا. طبعا آدم صار عمره 3 سنين وآية صار عمرها 8 سنين، وإن شاء الله العمر كله يا رب، وكل عام وهن بخير. وهيك يا صبايا كان يومنا باختصار. إن شاء الله يكون الفيديو عجبكم، وصلت معكم لنهاية الفيديو. انطروني فيديو جديد، تضلوا بخير يا رب.